بسم الله. شويه رز بقى بس مفلفلين وقمر، وشويه كباب حله هتدعولي عليهم. جربوهم بطريقتي وان شاء الله يعجبوكم، وما تنسونيش في الشير واللايك والفولو. حاجه هنزل بقطعتين زبده خفاف لطاف كده، يعني لزوم الدايت. مش هنكتفي بالزبده، هنحط عليها زيت علشان الزبده ما تتحرقش. نص كيلو لحمه ونص كيلو بصل. على قد كميه اللحمه بحط كميه البصل. لو حطيت كيلو لحمه بحط كيلو بصل. مش هنزل باللحمه غير لما الطاسه تكون سخنه قوي، علشان اللحمه لما انزلها على طاسه بارده بتنزل العصاره اللي جواها او الجوسز اللي جواها دي، فانا مش عايزاها تعمل كده، انا عايزاها تتحمر بس في نفس الوقت تحتفظ بالسوائل اللي جواها. فانا هنزل عليها بطاسه سخنه علشان تتحمر على طول. يفضل في كباب الحله ان قطعيه اللحمه تكون حمرا شويه، يعني ما يكونش فيها نسبه دهون كتير. بتاعتي سخنت خلاص، هنزل بقى باللحمه. اللحمه بتاعتي انا مش هقرب منها خالص ولا هاجي ناحيتها غير لما تاخد لون حلو قوي من تحت. اول لما تاخد لون حلو قوي من تحت هبدا ان انا اقلبها عشان تاخد لون من فوق. بس خلاص اللحمه بتاعتي اهي اتحمرت كانها متحمره بالظبط. هنزل على اللحمه بتاعتي بنص كميه البصل بس. هنزل عليها بالبهارات بتاعتي. البهارات بتاعتي عباره عن ايه؟ معلقه صغيره 7 بهارات اللي هي بهارات لحمه، ومعلقه صغيره فلفل اسود، ورشه جنزبيل، ورشه قرفه، و2 ورق لورا. هنزل بقى بيهم كده بسم الله. قلبي وشمي الحلاوه. هغطيها بقى واسيبها لحد ما البصل يتكرمل. ابدا اضيف لها ميه شويه بشويه. بس خلاص البصل بتاعي اتكرمل كده، هبدا انزل بشويه الميه. الميه اللي انا بضيفها تكون سخنه علشان ما تخليش اللحمه تاخد وقت في السوا، لازم تكون سخنه عشان تبقى تخلي اللحمه طريه كده. هغطيها وهدي النار عليها لحد ما تشرب ميتها، وبعدين اوريكم هنعمل ايه. بس خلاص شربت شويه الميه اللي انا حطيتهم. هنزل بقى ببقيه البصل. هضيف له شويه ميه تاني. هظبط الملح، هو خلاص قرب ان هو يدخل في السوا، فهظبط الملح. هسيبه بقى يستوي براحته. يلا عشان نعمل الرز. هنزل بشويه زيت. هنزل بقطعه زبده. هنزل بنص بصلايه. هنزل بالبهارات بتاعتي. البهارات بتاعتي معلقه صغيره بهار كبسه، معلقه صغيره زعفران، معلقه صغيره كاري، رشه فلفل اسود، كام فص حبهان، وكام فص قرنفل، وواحده لومي، وواحده عود قرفه. يتشوحوا بقى مع البصل ويطلعوا لي الريحه بقى ايه، اوعى. هنزل بالرز عشان يتشوح مع البهارات دي بسم الله. هنزل بمكعب مرق الدجاج. عايزين تحطوا مرقه اللي هي البودر الفوريه عادي. هنزل بالميه. كوبايه الرز البسمتي بيتحط لها كوبايتين ميه عشان الرز البسمتي بتاعي مش منقوع، عشان انا ما بحبش انقع. هظبط الملح. هغطي عليه. اسيبه على نار عاليه لحد ما يشرب ميته، وبعدين اهدي عليه خالص واسيبه يستوي براحته، وبعدين نشوف الفاينل لوك. باي.